السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. سامعيني؟ مش عارفه اعمل. سامعيني؟ شكرا شكرا. ربنا يبارك. ربنا يبارك للي حط اللايك. ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشني كتير قوي. بقالي اسبوع ما عملتش فيديوهات عشان تعبانه شويه. عماله احاول يعني الكاميرا خليها تجيب الناحيه التانية، مش عارفه. عشان كده عماله ادور. لو مش عارفة ازاي. ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعاني يا سحورة؟ عاوز اغير الكاميرا، مش عارفة. البقاء لله يا حبيبتي. يعني اول ما اعمل بس التليفون يشتغل طق 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 او اصور. دلوقتي حبة كده والاقي امي بتتصل. يا عم اسكت بقى. مش لاقي اي حتة احول منها الكاميرا. انا اول مرة اعمل البث على الكمبيوتر. الله يخليك، الله يخليك ويبارك فيك. انا قلت الله يبارك لك يا اللي حطيت لي اللايك من غير ما اعرف اللي انتي. طب يا حبيبتي شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابين نتكلم في ايه بقى؟ ربنا يبارك لك يا حبيبتي. والله انا بقالي اسبوع ما عملتش فيديوهات علشان كنت تعبانة ومحمد تعبان. فما نزلتش فيديوهات خالص، فقلت طب النهاردة ايه اعمل بس. يمكن ربنا يكرمني وحد يخش لي. سبحان الله. ما فيش حد لا. يعتبر نفرين اللي في قلبي، هو مكتوب 3 و2 لايك. شكرا شكرا يا اللي حطيت اللايك التاني. الجو عندكم بقى عامل ايه؟ احنا عندنا الجو ساقعة، بس هما قالوا هتنطر النهاردة، بس لسه منطرتش. انا عندي دلوقتي الساعة 12 و7 دقايق الظهر. اهلا وسهلا بيكي اهلا وسهلا بيكي من الجزائر واهل الجزائر. اهل الجزائر الكرام، انا ليا اصحابات كتير من الجزائر. الله يخليك، الله يخليك. الله يسلمك من كل شر. دي صاحبتي من حتة اسمها البليدة، وليا صاحبتي تانية من العاصمة. ومش عارفة بقى الباقيين منين الصراحة. كنت بقى بنطق الاسم صح ولا غلط؟ ماله إشعار روتين المحشي؟ مش عارفة بتقولي ايه على المحشي. اه، الفيديو بتاع الورق العنب اللي انا كنت بحشيه ده فيديو وانا كنت في مصر في الصيف. لقيته فيديو من الفيديوهات القصيرة.
لقيته مع التليفون، رحت نزلته عشان بقول لك بقى لي اسبوع ما بنزلش حاجه، علشان خاطر محمد كان تعبان ونايم وانا رخرة تعبانه، ولما بصحى من النوم بلاقي زوري بيحرقني قوي قوي قوي، ما ببقاش حتى متحمله. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك، ربنا يبارك لكم يا رب، ربنا يديكم الصحه والعافيه. اهي مريومه جت من الجزائر اهي. هي دي اللي من العاصمه. ازيك يا مريوم، عاملة ايه؟ من غرب الجزائر، من مدينة، والله مش عارفة المدينة اسمها ايه، مش شايفاها. هي ت لام ميم سين ألف نون، الحروف صغيرة أصلي معلش مش شايفة. تلمسان اسمها كده؟ أفتكر أنا منطقة غلط. يبقى قولي لي عليها يا مريم في الواتس اسمها ايه؟ معلش. معلش انا اسفه، انا نظري اصلي ضعيف، والكمبيوتر خطه والخط فيه صغير. خلاص اتعودنا على الغربه خلاص. الدور اهو بيدن. شو انتوا بقى عندكم الدنيا ليل، الساعه عندكم 10 وفي الجزائر 9، عندي انا الساعه 12. الله اكبر الله اكبر يا رب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انتوا سامعين صوت الاذان بيدن؟ ربنا يبارك لك يا رب. ولا انا نفسي اجي الجزائر واروح المغرب وتركيا. طب بس الاول طبعا اروح ازور، اروح اعمل حجه او عمره، وبعد كده اروح تركيا واروح الجزائر واروح المغرب، والهند، بس الهند مش قوي، ودبي ان
ان شاء الله ربنا يا رب يكتبها لي واجي الجزائر واشوف كل حبايبي اللي فيها والمغرب وحبايبي اللي فيها برضه. ربنا يخليكي يا مريم. الحمد لله. انتوا عندكم بقى ساعة؟ الساعة دلوقتي 12:15. عندنا في مصر الساعة 10:15 وربع، عندكم انتوا 9:15. وانا قاعدة قاعدة لسه. استنى، الجو اهو، الدنيا نهار. لو حد عاوز يطلع، انا حطيت لكم اللينك بتاع البث، لو حد عاوز يعني ادوسوا عليه ولو حد عاوز يطلع يتكلم معانا. اما هو خلاص بقى هو الظهر يأذن بقى، مش هات في التليفون يعني. انا نسيت اطفي الصوت نسيت اطفي الصوت يعني قبل ما اشغل البث. قلت ايه خلاص، عشان ماما بتتصل بيا في الوقت ده، فلو طفيت الصوت مش هسمع. اللي حابب يطلع معايا انا حطيت لكم اللينك، دوسوا عليه تطلعوا تتكلموا. نعم نعم يا حبيبة سوسو في الجزائر عندكم 21 و15. ما هي مش هي 9 زي ما بقولك، عشان فرق ما بين الجزائر وما بين مصر ساعة، ده اللي أنا أعرفه. مصر 10، عندكم انتوا 9:15. أيوة، احنا عارفين، أنا عارفة اللي انت عايشة في العاصمة. ما أنا قلت صاحبتي في العاصمة وواحدة في حتة اسمها البليدة. يا رب أكون مرقها صح. أيوة. مش عارفة بتقولي أيوة أيوة إيه. الله أكبر الله أكبر. يلا الحمد لله معانا 4، يلا إن شاء الله يزيدوا دلوقتي. والله ببقى عاوزة أعمل بث كتير، يعني ببقى عاوزة أطلع بث كتير، بس الصراحة ما بلاقيش حد بيشجعني، فما برضاش أفتح. البث أسهل لي عن ما أعمل فيديو قاعدة أصور فيه 2 و3، وأنا ببقى تعبانة تعب جامد. يعني الحمد لله الكارت بتاع التأمين الصحي بتاعي جه امبارح. إن شاء الله يوم التلات لو في عمر وفي نصيب هروح أحلل. ربنا بقى يسترها وما تكونش حاجة وحشة. يلا الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. منورين يا جماعة، يا ريتكم كنتوا قاعدين معايا في الحقيقة، كنت حضرت لكم فطار وعملت لكم قهوة ولا نسكافيه أو شاي أو حاجة ساقعة. إن شاء الله يا حبيبتي، إن شاء الله ربنا يا رب يدينا الصحة جميعا ويوسع رزقنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب كلنا يا رب العالمين. مش عارفة يا مريم انت بتقولي ايه. منورين. اليومين دول الدنيا ما يعلم بيها الا ربنا، في كل حاجة، في الغلا وفي ومشاكل على يوتيوب، مشاكل جامدة جدا جدا جدا. مش عارفة الناس جايبة وقت منين للحرب ده، القنوات اللي بتحارب بعضها.
ويا ريتهم بيحاربوا بعضهم بالادب، ده باخر قله ادب واخر سفاله، مشوهين سمعه مصر خالص خالص. الحاجات دي الواحد ما شافهاش ولا عند امريكان ولا عند عرب ولا عند اي حد. يا رب ربنا يسترها، يا رب ربنا يسترها على الجميع، ربنا يسترها على الجميع يا رب العالمين، ويصلح الحال لينا وليكوا، ويرزقنا من حيث لا نحتسب جميعا. وإن شاء الله يا رب يجعل دخلة رمضان على الجميع بالخير واليمن والبركات. أهلا ومرحب بيك يا حبيبتي، وإحنا كمان اتشرفنا بمعرفتك. والله أنا بدعي للكل، أنت عارفة يا مريم اللي أنا بدعي للكل. ربنا يا رب يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اما بيقولوا عندنا هتنطر النهارده الحد كمان شويه، هي شكلها مغيمه اهي، كمان شويه ان شاء الله لو لما تنطر. والله بفتح الباب الشقه وبخرج اقف بره في الممر مفتوح يعني للسما، بفضل ادعي للكل بتاع 5 دقايق كده واروح داخله، عشان بيقولوا في المطر الدعاء ربنا يعني بيستجيب الدعاء. طب احنا 4، 3 معانا بنتكلم سوا والرابع ما طب حط لنا لايك، حط لنا لايك، ومش مهم يعني تشارك في الحوار، حط لايك وخلاص. بجهز ايه رمضان؟ احنا عندنا اكتر يعني الحاجات هنا في امريكا، الخضار مفرز او فروزن، يعني قليل قوي لما بتلاقي حاجه فريش وتكون حلوه. يعني مثلا الباميه لما بتبقى في فريش او صالحه في المحل بتبقى قد كده. طب استني انا هوريها لك. اهي بص الباميه طول ايه؟ طول صباع. دي بشتريها من المحلات الامريكانيه، دي من المحل العربي. ف فالخضار هنا اكتريته مفرز زي كده، ملوخيه باميه بتيجي من مصر وانا بجيبها من المحل العربي عشان مش موجوده في المحلات الامريكاني. بسله والجزر والحاجات دي موجوده بقى في المحل الامريكاني، بسله فاصوليا سبانخ موجوده فريش طول السنه، دي انا ما بفرزهاش. وفي المحل العربي في تمر هندي اللي هو المعجون ده، معجون تمر هندي ده بنشتريه وبنعمله عصير. وفي التمر اللي هو البلح برضو والقمر الدين، الحاجات دي موجودة في المحل العربي بقى، لما بروح يعني بشتريه عشان رمضان. يا رب يا ساحر، يا رب ربنا يشفينا جميعا. فالحاجات بقى دي موجودة في رمضان، موجودة في المحل العربي طول السنة، والزبيب والمكسرات موجودين. الزبيب والمكسرات برضو في المحلات الأمريكاني. لا الأسعار بقت نار في كل مكان، أيوة فعلا. والأسعار هنا بقت غالية مولعة نار نار نار. بقت الحاجة غالية جدا، وسواء بتلاقي الحاجة وسواء ما بتلاقيهاش. يعني البيض أنا مشكلتي مع البيض. البيض غالي قوي 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 قوي، وبقى عاملين لك ليه ليميت او ليه يعني عرض تاخدي واحده او 2 بالكتير قوي، يعني كل اسره تاخد كرتونه او 2. زمان ما كانش بيقول لك كده، كان بتاخدي زي ما انت عاوزه. فدلوقتي منه غالي وشحيح. امين يا رب، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. شكرا شكرا، اشكرك يا حبيبتي.
الله يخليكي، وانت كمان سمعنا عنك سمع خير واتشرفت بمعرفتك. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. طب الحمد لله بقينا 4 لايك. طب شكرا، ربنا يبارك لكم ويديكم الصحة والعافية ويسعدكم يا رب يا اللي عملتوا اللايك الرابع. الحمد لله الحمد لله. في رمضان أنا جايبة من مصر لما كنت في الصيف في مصر، جايبة معايا خروب وجايبة معايا تمر، لا مش تمر هندي، اسمه ايه؟ اسمه دوم، معرفش تعرفوه في الجزائر ولا لا. لا هعمل دوت مشروب منه ان شاء الله، وابقى اوريه لكم. وعندي صوبيا في التلاجة كنت برضو جايباها من مصر. وبنجيب من المحل العربي عصير، مش عصير لا شربات، عامل كده ميه بسكر وبيبقى الوان، بيبقى طعم الورد، طعم المشمش، طعم الخوخ. احنا في مصر بنقول عليه شربات، كانوا بيعملوه زمان في الافراح وفي في الاعراس عشان تفهمي، عشان يعني ايه تفهمي اللهجة بتاعتي. كانوا بيعملوه في الاعراس زمان في مصر قبل ما يطلع البيبس والحاجات الساقعة والحاجات دي، كانوا بيعملوه في مصر في الحفلات يعني والمناسبات. فدلوقتي بيبيعوه في المحل العربي، بنشتريه وبنعمله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. أنا في كاليفورنيا. مش عارفة أسعار إيه اللي معقولة. من إيه؟ ما أنا على حسب كل ولاية. إحنا كاليفورنيا عندنا كل حاجة غالية ومولعة نار. في ولايات تاني أرخص، فعلى حسب الولاية وعلى حسب المدينة كمان. في مدينة بتبقى هاي كلاس، بتبقى الأسعار السوبر ماركت فيها غالية. في مدينة بتبقى يعني مش قد كده، بيبقى الأسعار فيها رخيصة شوية، إن كان الأكل ولا الشرب ولا البيوت والحاجات دي. على حسب بقى المدينة وعلى حسب الولاية اللي انت قاعدة فيها. احنا عندنا هنا كاليفورنيا الحمد لله كل حاجة غالية فيها، بيوت، إيجار، فواتير، أكل، شرب، كله غالي. يمكن فيها مدينة ولا 2 هم اللي يعتبروا رخاص رخاص، بس مش حلوين. في ولايات كتيرة يعني أسمع اللي هي آه، يعني عاملة زي الأرياف كده. فدي اللي هي اللي عاملة زي الأرياف دي أنا بشبهها لك يعني بالضيعة عندكم، أو مش عارفة انتوا بتقولوها ضيعة ولا بتقولوها ايه. بت... بتبقى يعني بتبقى رخيصة شوية. صح، اشتري فراخ واشتري لحمة، اشتري لحمة مفرومة، الحاجات اللي انت بتحبيها. زي انا ما بكلمك وبقولك الحاجة اللي انت بتحبيها اشتريها وحطيها في الفريزر. والله 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 انا يوميا ماما بتكلمني كل يوم بتقول لي السعر شكل. كل يوم السعر شكل، يعني تقول لي امبارح مثلا الفراخ كانت ب 85، دي النهارده تقول لي ما اعرفش بكام. كل يوم بتقول لي الاسعار شكل، مفيش سعر بيقل. القريه في ايوه زي الكوره كده او زي الارياف بتبقى ارخص شويه، ودي بتبقى ارخص في الاكل والشرب برضه. بس هنا في محلات جمله، محل اسمه سام ومحل اسمه كاسكو. دول محلات جمله بس بتعملي لهم كارت اشتراك سنويا. آه، فالكارت دوت حد ماشي جنب الباب فكرت حد هيفتح ويخش عليا. هنا مش زي البيوت. البيت بيتك بيبقى يعني في حته كبيره حواليكي وحوالين البيت التاني، لكن هنا الشقتين لازقين في بعض. لو حد دخل الشقه اللي جنبي اكني بيفتح الباب عندي، او بيقفلوا الباب، او واقفين بيتكلموا اكنهم موجودين معايا. اهو في حد اهو بيتكلم بره، بس طبعا انتوا مش هتسمعوه. فكل حاجه غلت مولعه نار. في بقى اللي هو سام وكاسكو اللي بقول لكم عليه دوت،
بتشتروا منه يعني دوت بيبيع بسعر الجملة، بتبقى الكمية بتاعته كبيرة والسعر بتاعه بيبقى أرخص من السوبر ماركت العادي. بس ليه اشتراك كارت كل سنة، بتعملي الكارت ب65، مش عارفة ب65 أو ب60. ده عند كاسكو في عنده كارتين، واحد ب65 أو 60، وواحد ب120. بيديكي كارتين، يعني ممكن انت وأسرة تانية تروحوا بيه. زي أنا وهاجر. هاجر بتاخد واخدة معاه، يعني هي كارت هي وجوزها، وأنا واخدة كارت. استنوا علشان الكلام صغير ومش عارفة أشوفه. أعمل لك قمر الدين اللي هي المهلبية يعني؟ إن شاء الله لما أروح المحل العربي واشتري قمر الدين هبقى أعملها إن شاء الله، لكن في الوقت الحالي مش موجودة عندي. لو موجودة عندي والله كنت عملتها لك النهاردة أو بكرة، لكن ما عنديش قمر الدين. روحي يا حبيبتي، روحي روحي ربنا معاكي يا رب ويشفيكي خدي طب الدواء بتاعك بتاع الضغط. مع السلامة، تصبحي على ألف خير. أما أخلص أنا البث هبقى أكلمك. مش شرط يكون معاكي سيارة. ما ممكن إيه تأجري، مش في عندكم تاكسي وكده؟ تأجري سيارة ولمي كل اللي فيه، ولمي الحاجة بتاعتك وخديها وروحي على البيت. هو هنا الصراحة برضو احنا ما بنعرفش نخرج من غير السيارة. لو ما عندكيش سيارة بتطلبي اوبر او بتطلبي ليفت، وبتخرجي او بتركبي الباص اللي هو الاتوبيس العام. فالاتوبيس العام دوت بيجي بالمواعيد يعني، وما بينزلكيش في المكان اللي انت عاوزاه. يعني ممكن هتكوني رايحة مشوار تركبي اتوبيسين او 3، فالاسهل اللي هي العربية. شجعوني بقى اعمل لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله يكون فيديو ايه. يا رب ربنا يشفي كل مريض، يا رب ربنا يشفي كل مريض ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. امين يا امين، ربنا يقدرنا. ربنا يقدرنا على كل حاجة ان شاء الله، ويسترها معانا دنيا واخرة يا رب. يسترها معانا دنيا واخرة، احسن الواحد خلاص. ربنا وحده هو اللي عالم. ربنا يخليك يا حبيبتي. والله انا من التعب مكسله ان انا اعمل اي حاجه. يعني بخش المطبخ، بعمل اكل لمحمد وكده، بس بعمله براحتي. لما الاقي نفسي تعبت اروح قاعده شويه، الاقي نفسي كويسه اكمل. بس الحمد لله يعني. بعمل حاجات خفيفه كده ما تاخدش وقت، وما برضاش اصور علشان خاطر بقولك تعبانه ودايخه. بس قلت ان شاء الله النهارده اكون احسن واصور. عشان بقالي فتره عاوزه، يعني جايبه حاجات وعاوزه اعملها، ومن التعب مش قادره اعملها. بس هي مش اكل، هي معجنات. يلا انا طولت عليكم، اقول لكم تصبحوا على الف خير، والف الف مليون شكر، نورتوني. او كلكم فوق راسي من فوق. وربنا يا رب يكرمكم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. وربنا يا رب يبلغنا رمضان في أحسن حال وأحسن صحة. ويبعت لنا الرزق الواسع الحلال ليا وليكم وللجميع يا رب العالمين. أقول لكم تصبحوا على ألف خير. وأنا سعيدة بيكم ومعرفتك، ومعرفة الأخت من الجزائر. ربنا يبارك لكم يا رب. تصبحوا على ألف خير. أقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله. أشوفكم بقى في فيديو جاي،
وربنا يبارك لكم يا رب. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارفة بقى، مش عارفة. مش عارفة انهي البث منين، اصل انا اول مرة اعمل على الكمبيوتر يعني، فعلشان كده قلت على الكمبيوتر الكلام هيبقى واضح جنبي واعرف اشوف، برضو الكلام صغير ومش شايفة اهو. طيب مع الف سلامة. ايوه، لا انا عاوزة انهيه.